طلع من محله ما اجى صبر على عادتكم بتشهي قرر يقعد معنا. تستقبلوا ضيوف؟ ايه قلت لك اهلا وسهلا مين سلامة. ضيفونا شي غير المي؟ هلا من عيوني. بدك ساندويش؟ ساندويش الجبنة؟ استنى على قهوة شاي. يا ويلكم يا ويلكم. يعني جايين قربنا نوصل هو ما حسينا سوا. قربنا نوصل ما حسينا ابدا. شلون القعدة؟ ان شاء الله حلوة. خيالية. قاعد بالبيت سوا. اي والله الجو ما حسينا ابدا. قريبا وصلنا. المناخ والجو تبع معظم غير اسطنبول. عن جد؟ عشان تكوني بالصورة. بالصورة رح نشوف. اللي بيعملوا هيك. اوكي رح شوف الفرق شو بين المناخين. في فرق وكمان اجواء مختلفة. والله متحمسة كثير بصراحة. يعني شوفي انت شكلها حلو حلو. انا السيارة عم بنزل. قوم نروح اقعد. ناكل. اشتغل أنتي وين حيزمة تينا؟ روح حسيتها فورا نزل والله. بهبط هبوط سريع والله. تمشي يعني انت بالاوتيل رح تسمعي صوت الموج وتمشي عن هيك جد؟ شوي. عن جد؟ اوه والله موقع المكان كثير حلو شكله. منطقة كثير سياحية ما حدا بينام يعني. ما بيناموا هنيك. المنطقة هاي عم بيقول ما حدا بينام هنيك. يعني انه التوقيت كثير بتأثر. اوه واو. كنت هنيك قبل تعرف يعني. انا وضيوفي. اوه واو. انا بعد بحكي لكم ليش كنت لا يعرف القصة على فكرة بس ننسى. يا سلام وصلنا تقريبا. ركبت حزامك مامي؟ برافو. وصلنا. قولوا لنا الحمد لله على السلامة. اوه فورا شنادي مطار بودرم سوار كأنه المطار صغير. أحسن سوار. فورا شنادي. أحسن حبيبي ما نطلب بالشنات والقصص. هاي كمان مو بس ما بكفينا حاملة قطتك يعني أحمل ستيكر وهاد وسكوشي وكل شيء عليك وإجوا. سوار سوارابي سوارابي سوار جيم. تعال ناخذ الشنات. والله المطار صغير ما كبير. حلو أحسن. ناخذ الشنات على السريع ونتيسر. ما شاء الله كلهم نزلوا من الطيارة. سرحنا شنو؟ شيري سكيري. تعي زبط لك صباطك احسن ما توقعي. اتينا تعي زبط لك صباطك. شوز ويت ميك شوز. توقعي يا مامي. هاتي كم استني زبط لك. يا سلام شو متحمسة لرحلة لرحلتنا كلها لأنه هاي أغرب رحلة وأطول رحلة حرفيا حتكون. جد ما عم نحس بالوقت. مو كل مرة بيكون مكان ما عم نحس بالوقت أبدا. رح نبقى هون في بودروم تقريبا مع اليوم بيكون 3 أيام تقريبا. بعدين حنروح على جزيرة كوس حنبقى فيها 3 أيام تقريبا. لك هاي إلنا لك سوار. هاي إلنا راحت. طيب حطها هون إلنا راحت. وحدة راحت. أنا اللي لاحظته واحد راح بقى ما بعرف. الحمد لله قلتيني قبل ما نجي كانت اخذ قيلولة فما تعبتني بالطيارة ابدا الحمد لله. انه كانت فايقة كتير بكير اليوم الصبح. كنت خايفة تلبكني بالمطار والله الساعة 12 وهيك حتتعب وحتنعس. الحمد لله مو رواق كثيرة بس لما تجيكي طبقات ترى. الحمد لله.